هناك مثل دائما يقال: المعارضة عليها أن تعارض والحكومة عليها أن تحكم. الملاحظ في تونس أن المعارضة لا تعارض، لكن الحكومة تحكم، وهذا دورها وعليها أن تحكم. ونحن لا نستطيع أن نطلب من حكومة أو من حزب حاكم أن يستقيل أو أن يقلل من حكمه قليلا لكي يرضي الآخرين. نحن لا نلوم الحكومة أيضا لأنها عرفت كيف تحكم. يجب أن نبتعد عن الشتاء وعن المديح، يجب أن نبتعد أيضا عن المشاعر. وأنا ألاحظ أن جلسة هي جلسة مشاعر، فالسياسة هي فعلا علم ولكنها أيضا فن، ولكنها من النوع الفتاك، يعني لا تسمح بالمشاعر، وإذا سمحت بالمشاعر فإنها تصبح يعني حفلة لآكلي اللحم البشري. من جانبي أعتقد أن بن علي فعل الكثير لهذه المعارضة، فقد منحها أولا فرصة لتنظيم نفسها، ثم منحها فرصة للظهور والمشاركة في الانتخابات بشقيها الانتخابية والرئاسية. والآن وبعد هذه النتائج الهزيلة، ويجب أن نقول هذا للمعارضة، فقد منحها فرصة أخرى للمراجعة وإعادة النظر في آلياتها وبرامجها وخطابها وإغراءاتها أيضا. فالسلطة تستوجب الإغراءات لكي تستسلم للمعارضة. أقول أيضا أعتقد أن بن علي ليس هاوي أو محترف قمع على ما أعتقد، لكن هناك موازين قوة في هذا البلد، وقد